شباب ايش قلت لكم؟ الا 0-0. والله شباب طبعا قاعد الساعة بالخمسة الصبح، سون قاعد بدليت اول ما لا يوم ما اريد بعد ما متريق. ها اول مرة البس قولة. شو هذا والله طبعا اليوم سفرة، احنا طبعا كل سنة نسافر بشهر السابع، انا وهذا حسوني طبعا قاعدين هناك قاعد يبدلون، وانا جيت اريد اكمل غراضي، وراح يكون لي فلوقاتي خبلة للنهري يمن ارجع، وان شاء الله فلوقات مرتبة وخليكم ويا الفيديو. هاي مو مسويت لنا كاكوت. طبعا هاي الجنطة ابن خالي صديقه هناك وقال له وديها، طبعا ما قلت لكم راح اخليكم اياها مفاجأة، لا كذبوا انا هذا حكتبها بالعنوان مال الفيديو. هاي جنطته طبعا، وذولاك العضلات هناك قاعد يحضرون. وان شاء الله راح تكون سفرة خفيفة وحلوة ومرتبة، يعني الواحد لازم يطلع بالصيف، اذا ما يطلع راح الروتين هذا شوية يتعبه، وحتى استمراريته بالشغل ما راح تكون حلوة، ولا راح يصير ولا راح يصير لواهس للشغل اذا ما يطلع او يغير جو شوي. هذا طلع حسوني امشي نقي 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 نقي. طب الدراجة الصوري راحت هاي الدراجة، والله وقفت ويانا وقفات للجواز يمكن 10 مرات رحنا بيها. صراحة حسوني ذن الجنات. ها مندوبنا حبيبي. هلا حبيبي بعد روح. شو وقت تجي الطيارة؟ والله ان شاء الله بس خليك تكتب لي العدد، يعني عد هاي القائمة شوفها قائمة موجودة اسماء لما تكمل ان شاء الله تجي الطيارة هنا فوقنا، تمر لنا شو اسمه درج تصعد بيهم ان شاء الله نطير اقرب بلد. والله هاي بعد كم مسلم بعد ناصر نعيم. نعم حسين. هذا محل راح الله يرحمه. تعال تعال قرب تعال شوفهم مش مسويه. اي يا ولد كل واحد له 3 ريو غدا وعشاء، اكل ما ناكل. بدأ تنزل تمه لا تنزل ولا نفرق تمه على الكاكو. شوف 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 ونص. يا ولد مو تحكون على الكفر مال التليفون اكبر. اليوم الجو حارقة حتى انا لابس اخضر. طبعا هاي وصلنا لبغداد. طبعا شباب وصلنا لبغداد واجرنا 3 غرف، يعني الانطلاقة مال السيارة مالتنا ان شاء الله باكر الساعة 8 الصبح، وقعدنا جينا قبل بيوم لبغداد على مود نشتري غراض، هم بعد كم شغلة محتاجين هسه على ما يكملون الولد. شلون ولدهم على ما يكملون نروح نسوق بعد كم شغلة، يعني محتاجين كم شغلة ونروح. طبعا فندق مرتب. وين كنا اليوم يا ولد؟ دجاج كهرمانة. طبعا جاي نمشي بالصدفة، شوفوا منو فلافل ابراهيم الخلاني يسوي افتتاحية، نشاركوا بالفرحة.
ما جبتوا لنا ماء. هذا حسوني اليوم الثاني. اي تجيبوا لنا كثروا لنا شاي بيض بيوض. مسكونة ماي؟ اكو هي. اعمل جيبي ثاني وخلي. طبعا اليوم الثاني يا ولد. كافولة. كم سمونه اعطوكم؟ كم سمونه؟ 14. متوجهين للباص. خبرونا شلون صارت مشكلة. اجت اكبر فيهم. ما ناس يشيل الصوت. تعال. اي ذبذبها ولا كل شيء بس. دوس الباص دوس شو اسمه. صار ساعتين لما قبنا. ازرب باص صعدنا فيه صار الباص حتى راح واحد يتورط ويجي فيه. كذا والله حتى تمشي. لا صورت زمان. هذا ما شايف الجباص. شباب ان شاء الله. بس قالك هو سوي الاعلان بالباص؟ هيك يسوي الاعلان. تقريبا على الباص صعد من قعدنا بالاخير. شباب ان شاء الله طبعا اليوم احنا بالانبار وبعد 3 ساعات ساعتين نوصل على الحدود السورية. وقالوا نبات من الحدود السورية وان شاء الله الصبح طالعين ونوصل واحلى فلوقات للاذقية قبل. بوجو. الطريق ممل. الاخير وعطلت السيارة يا ولد. ما عرف اطفي يا ولد. ما اعرف اطفي. عطلت السيارة هسه وحط مطاح. عطلت السيارة بينا وصار بنشر. يلا صعد حسون. صعد العالم. صعد ايش لابس ابيض واخضر. بنشوف العشاء. ها؟ عصر الحجري. وهاي التأشيرة يا ولد ولو ظلمة الدنيا بس ما يخالف احنا بالمنفذ. ما يشوفون. وهاي ختمنا الجوازات. وطبعا الساعة 12 بالليل السفارة السورية قالوا ما تنفتح الا 5 الصبح. لازم نبات مثل ما راودكم المكان. يا ولد نصيحة اذا تبدون تتونسون لا تجون بباص. حسب تجربتي عبالي حكولي طبعا هم حكولي بالتليفون شيء ومن جي شفت شيء ثاني. الباص زبالة مبيتينه بهيمة مدري وين. بس على كل ان شاء الله باش نطب على سوريا. وهاي اليوم الثاني بالمنفذ. شلون نمنا نومه. هو عالم كابس. الحمد لله هسه قعدنا الساعة 6 وراح نطب للمنفذ للحدود السورية. وان شاء الله خير بعد ما ادري. ايش قد صار لنا يوم وهذا اليوم الثاني. بعد خلنا نشوف. وعلى ورطة اللي يجيب كروبات خاصة اذا سيارة تعبان. وهاي شباب وصلنا الحدود السورية. تاكل بعد تاكل؟ والله هذا بس هذا.
بس هذا شارع عندهم زين. علي إذا نوصل معجزة عطلة السيارة، يعني معجزة معجزة. وشوف وين عطلت، بدير الزور. الساعة بالأربعة العصر ويقول السيارة ما تطب إلا يوم 10 بالليل، وهاي صار لنا يومين بالطريق. هسه احنا بدير الزور، يعني سنجاري ناوشنا راسه. محسون شلون الرحلة؟ لوز. اليوم اللوز 590 كيلو بعد. ها حسن شلون الرحلة؟ مش لا اكبر. فجأة نزلونا بس الدنيا ثلج باردة، سبحان الله. ما نمت الدنيا حارة. قاعد هسه تقريبا الساعة ب 11، يعني باردة باردة كلش. درجة الحرارة تقريبا 20 أقل، حتى المنطقة ما أعرف اسمها. بس المهم يعني بدت الدعلة. هيا والله شباب، طبعا وصلنا لسوريا الحمد لله والشكر. وهاي اذني علاجي بعد بكره. تبهدلنا تكسرنا يومين بالسيارة، يومين. يعني هسه بين الساعة طبعا تقريبا الساعة ب4 بالليل. يعني ظلينا محتارين، لا احنا للسما ولا احنا للقاع. بالقوة يلا حصلنا انا فندق هاي مرتب شوي. ما عليكم بدنا الصوري هاي، ومع التصايرة جارة من الجوع. المهم شباب لهنا وتنتهي الرحلة هي. مو تنتهي يعني فرد نوم، لا باكر ان شاء الله نطلع على الزيارة واروح على السيدة زينب. طبعا متلهف على زيارتها، كانت امنيتي بالحياة هي زيارة السيدة زينب عليه السلام، والحمد لله شكر راح احققها. وباكر ان شاء الله فلوق جديد غير هذا، يعني هذا صار ملعوس كلش. ونصيحة شباب، نصيحة لا تردون تجون. المهم راح انزلكم فيديو بداية الفيديو راح افهمكم. شنو هاي؟ كيف وشاكم؟ لا شو